اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا تشوفوا فيا صديقاتي. نوجه لكم تحية ونقول لكم ميرسي بوكو على الكومنتات اللي تعملوا لي فيهم، اللي يشجعوني باش نهبط لكم فيديوهات أكثر وأكثر وفي وقت قليل. ما نزيدش نزاهد، ما نزيدش نغيب، نحاول باش ما نزيدش نغيب. برشا منكم قالوا لي ما عادش تغيبي علينا مدة طويلة. دونك باش نعمل موتيفاسيون كبيرة ان شاء الله تفضيت لليوتيوب ان شاء الله بقدرة ربي باش نهبط لكم فيديوهات يعجبوكم. بالنسبة للفيديو اليوم كما شفتوا في العنوان، جيت بحذايا لافامي تاعي وعندي البلاصة هذه فيها النعناع ما شاء الله. نعناع اش ما تعطيه الماء اش ما تسقيه يسرح، معناها يتكاثر. قالت لي اختي هاتي نحيهولك، نغسلوه ونشيحوه وكمسا نخبيه نعناع شايح، على خاطر ما نعملش الشاي بكثرة، ما نعملش شاي كل يوم، يعني يقعد ما نستعملاش هكا. علاش حبيت نوريكم طريقتي في طريقتي، فمش طريقتي، طريقة اختي. كما تشوفوا ما همش ايديا. يعني اختي هي اللي قاعدة تعمل لي فيه. وكما قاعدين تشوفوا لينا الصغرونة حتى هي مدخلة يديها ومانيش عارفة ايش قاعدة تعمل. تنحي في الزعتر، الوردة اللي تلقاها تنحاها، حتى هي مشاركة معنا. خليكم تشوفوا. وهني غسلته اختي مليح، راهو غسلته برشا برشا مرات، لان فيه التراب فيه، معناها اذا كان ما تعودوش تغسلوه برشا مرات راهو يقعد فيه التراب وما يجيكم في الشاي او في السلطه ولا حاجه. دونك ماذا بكم تغسلوا وتعاودوا. من بعد بيان سور اختي روحت واني خليته يشيح. وصتني قالت لي حطي في بلاصه مظلمه شويه ما فيهاش الضوء، ولكن اني خليته في بلاصه وين في السيليي، بلاصه فيها تدخل لها الشمس. سي بور سا كحل لي شوي، ولكن ريحه فيه ما نقولكمش، ما شاء الله. حاولت باش نعمل بارتي باش نخليها للتاي، او الشاي كما تسموه الشاي، وبارتي للسلطه. خلي عملت شويه للسلطه خاطر ما نستعملهاش برشا، بما ان الزوج متاعي ما يحبش نعناع في وسط السلطه. دونك خليت غير شويه والبقيه حاولت قعد ايامات باش شاح مليح مليح، ولكن كما قلت لكم للاسف خليته في الضوء. ماذا بكم النعناع تحطوه في بلاصه مظلمه ما فيهاش ما تدخلهاش الضوء. خليت حساب الشاي كما قلت لكم، وبما اني السلطه لازم يكون مرحي او بودر يعني. حبيت نعديه في الباسوار هذه باش يجيني بالطريقه هذه كما تشوفوا، باش ما نحسوهش كي ناكلوا سلطه ما نحسوهش.
واليوم جبت لكم البنات فيديو. هي كانت اخت طلبت مني في اول ما بديت اليوتيوب. قالت لي نسمعوا برشا على البسيسه نتاعكم، ولكن ما نعرفوهاش، ماذا بينا تشاركها معنا. ما جتش الفرصه على غالب. هذا وين جتني الفكره، بما اني حبيت نعمل بسيسه وولادي يحبوها والزوج متاعي يحبها كيف كيف. الاخوات التونسيات يعرفوها نورمالمون، ولكن راني بسيسة الجنوب ماهيش كيما بسيسة الشمال. بون فما حاجات تفرق في لي زانغريديون، في المكونات تختلف شويه، ولكن تقعد البسيسه نفسها. هني قاعده تحطوا فيها اللي تحبوا. كيما اني حطيت الكاكاويه او الكاوكاو، اللوز، النوا او الجوزه، والجلجلان. حطيت هذم. اللي يحب يزيد نواد كاجو، اللي يحب، كل واحد وشنو يحب يحط. يعني حطوا فيها اللي تحبوا والحاجات اللي ياكلوها اولادكم. عديت كل شيء في الفور. ماذا بكم تردوا بالكم، خاطر في الفور في ساعة عمل حاجة طيب. ولكن بالنسبة لي النوا تحرقت لي شوية، مي ساباس ماهيش حاجة يعني تحمرت أكثر من اللازم. كما شفتوا اللوز الكونتيتي اللي حاجتكم بها. ماذا بكم اش ما تكثروا من المكسرات كما نسموهم، او البقول الجافة، ولا مش عارفة كيفاش يسموهم هذم. اش ما تكثروا، اش ما يتسمى فيها المقويات، اش ما مليحة باهية للصغيرات. قشرة الكاكاوية هذه احنا نسموها الكاكاوية، او في بعض البلدان يسموها الكاوكاو. بزيد حاجة بيان سور لانها تعطي مطعم بنين في البسيسة. كما شفتوا هني المكونات اللي عندي الموجودة اللي عندي في الدار استعملتها. تنجموا كما قلت لكم تعملوا اللي تحبوا، تنقصوا مكون او تزيدوا مكون واحد اخر، لكم الاختيار. بالنسبة لي يعني عملت الحاجات اللي عندي موجودة في الدار. تو باش نرحيهم. طريقتي في الرحيان، فما ناس تحبهم اشي مهششين شويه، باش يقعدوا معناها يحبوهم مهششين في وسط البسيسه. اني ولادي ما يحبوهمش، ما يحبوش يحسوا لي مورسو او القطع نتاع اللوز ولا الكاوكاو في تحت اسنانهم. دونك كما شفتوا فما ناس يحبوها كما هكا، واني نخيرها بالطريقه هذه يكونوا مهشه شويه وتقعد مرسوات. ولكن على غالب نعمل على حساب وليداتي. زدت رحيتها مليح. شوفوا هذا هو التكستور الاخرانيه. حضرت هيك المكونات الكلها وحطيتهم في تباغوار باش نهزهم عند دار عزوزي، اللي هي في بعض البلدان يسموها عجوزتي، عجوزتي، حماتي، كما تحبوا، اللي هي ام الزوج متاعي. على خاطر هي جينيرالمون هي اللي تعمل لنا البسيسه، وهي تحط فيها اللمسات السحريه نتاعها، تجي بنينه بنينه على الاخر. هذا هو البودر اللي باش نخلطوا به البسيسه. هو القصب، نسموه القصب، مانيش عارفه شنو اسمه في بعض البلدان اخرى. يظهر لي القصب السكري حاجه كما هكا. قصبها حاجه. اذا كان لقيت الفوتو ان شاء الله نحطها لكم التصويره في الشاشة، ولكن ما عنديش فكرة على القصب كيفاش يسموه في البلدان الأخرى. هني حلوة الشام أو الحلوى الشامية ضروري منها في البسيسة. أني ما نستعملش السكر المرحي، السكر جلاس. فما ناس يستعملوا السكر المرحي والشامية. أني نحط كان شامية، ما نحطش السكر المرحي، ماذا بيا نبعد عليه، لأن الشامية ديجا سكري حلوة برشا. دونك نخير نعمل إلا شامية في البسيسة وما نستعملش السكر. كما شفتوا هني البعض منكم باش يستغرب شنية كمية الزيت، هيك زيت زيتونة. زيت الزيتونة اوبليجي نكثروا منها باش كل شيء يتخلط وتشوفوا من بعد ما يقعدش، ما عادش يبان الزيت. ونحاول نذوب هيك الشامية في وسط الزيت الكلها بالحاجة يعني
السر في البسيسة ان ما نحطوش كل شيء مع بعضه، حاولوا بشوي بشوي. وعزوزي راهي قاعدة تعمل في البسيسة. باش ما نكذبش عليكم، البسيسة راهي تتحرك باليدين كيما نعجنوا البات متاع الخبز ولا حاجة، راهي تتحرك باليدين هكا، ندخلوا فيها يدينا الزوز ونحركوها وتجي بنينة بنينة على الاخر. على خاطر هي أكلة تراديسيونيل، نعملوها حتى في الأعراس. العريس يعملوا بكثرة ويهزها للعروسة النهار الأول متاع العرس. كما شفتوا هني بعد ما زدنا المكسرات خلطنا كل شيء بالمراحل باش كل شيء يتخلط في بعضه، ومن بعد حطينا هاك البودر اللي قلت لكم عليه، قصب مع شويه حمص مع شويه بسباس، شويه بسباس، ولكن الاكثريه قصب. كما شفتوا هني توا هذه هي المرحله الاخرانيه باش نبدو نخلطوا حتى تبدا تكساح، وحتى تولي التكستور نتاعها كيما البات شاد صلبه، معناها ماهيش كيما هكا. فوالا في الاخر بعد ما تحركت البسيسه كامل، شوفوا كيفاش التكستور الاخرانيه تتكل ما تنسوش معناها الاخر لحظه لازم، خاطرش من بعد الزيت يزيد يطلع شويه. شوفوا هذه من غدوه قعدت كيما هكا البسيسه. توا باش نزينها لكم، كل واحد وكيفاش، فما ناس تزينها الكلها مع بعضها وتبدا تهز بشويه بشويه. اني نحاول باش نحط لولادي في دي زاسيات كيما هيك، بول صغير باش يفطر منها. وهذا على فكرة البسيسات تتاكل أكثر يا الصباح مع فطور الصباح. علاش؟ على خاطر تشد الجوع، والواحد كي يكون ماشي يخدم ولا يقرأ ولا حاجة صغير يعني ينجم يصبر حتى الميدي. وبطبيعة الحال تتغير من مدينة لمدينة، المكونات راهي تتغير، معناها مش بالضرورة تكون المكونات هيك. مانيش عارفة، قولوا لي البنات في الكومنتير كيفاش تعملوها البسيسة، شنو المكونات الرئيسية اللي تعملوها. الزينة زادة فات نجم تتاكل البسيسة من غير زينة، مش بالضرورة نزينوها. اني اللي لقيتها قدامي زينت بيه باش نعرفكم على البسيسة متاعنا، وان شاء الله تعجبكم. وبيان سور البنات اذا كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتدعموني بلايك صديقاتي. وتوا نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وبسلام الناس الكل.